السلام عليكم يا شباب. النهاردة ان شاء الله هنشرح medicinal plants. هنتكلم عن الليف مورفولوجي. طيب، ايه هي اجزاء النبات؟ النبات عندنا بيتكون من roots، نطلع شوية بيكون فيه الستم، بعد كده بيبقى فيه الليفز والفلاور اثناء نضج النبات بتاعنا، واخيرا الثمرة او الفروت اللي بتطلع منه. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الليف. طيب، هنتكلم في ايه عن الليف؟ محتاجين نعرف عنها ايه؟ قالك الليف محتاجين نعرف، او الورق بتاع النبات محتاجين نعرف عنه 5 حاجات. اول حاجة الاوريجين بتاعه، منشأه منين. تاني حاجة المورفولوجي او الشكل الخارجي بتاعها، اللي هو الماكروسكوبيكالي. يعني ايه ماكروسكوبيكالي؟ يعني الشكل الخارجي الظاهر اللي بقدر اشوفه بعيني المجردة. وهنتكلم عن الهيستولوجي بتاعها او التشريح بتاع ورقة الشجر من حيث الميكروسكوبيكالي اللي هو بنشوفه تحت الميكروسكوب. يبقى انا عندي الماكروسكوبيكالي ده بنسميه مورفولوجي، اللي هو الشكل الخارجي بتاع الورقة اللي انا بقدر اشوفه والمسه بعيني المجردة وبايدي اقدر اشوفه بنفسي. لكن الميكروسكوبيكالي او الهيستولوجي ده بيبقى بعرفه بس لما بحط الورقة تحت الميكروسكوب. رابع حاجة محتاجين نعرفها وهي الاكتيف كونستيتيوينت، المادة الفعالة اللي موجودة جوه الورق بتاعي، النبات بتاعي، والكيميكال تيستس اللي انا بعملها علشان اقدر استخرج المادة الفعالة دي. طيب خلاص، استخرجت المادة الفعالة من الورقة، ابتدي بقى اعرف وابحث عن اليوزز بتاعه المادة دي، هستخدمها في ايه، مضرة لمين، الكونترا انديكيشنز، السايد افكتس بتاعتها، وهكذا. طيب، فيبقى احنا كده النهارده هناخد introduction عن الليفز، هنتكلم عن الديفينيشن بتاع الليف بارت، وهنتكلم عن المورفولوجي او الماكروسكوبيكالي ستراكشر بتاع الليفز. ان شاء الله المايكرو او الهيستولوجي بتاع الليف هيبقى في الليكتشر اللي جاي. يعني ايه ليف؟ قالك الليف هي lateral outgrowth بتطلع من الستم. يعني ايه lateral outgrowth؟ يعني انا عندي الستم اهو، ده الساق بتاع النبات بيكون واقف، بتطلع منه حاجة جانبية، نمو كده جانبي. النمو الجانبي ده بنسميه ايه؟ بنسميه ليف. يبقى هو عبارة عن lateral outgrowth بيخرج من الستم. طيب ايه الفرق ما بينه؟ ايه الفرق ما بين الليف دي وما بين الستم؟ قالك الفرق ما بين الليف والستم هو بيختلفوا في الاستراكشر والفانكشن. الاستراكشر يعني شكل الليف نفسها بتكون مختلفة عن شكل الستم، تمام. والفانكشن ان الليف بتكون ليها فانكشنز زي مثلا البناء الضوئي، لكن الستم بيكون supporting، بيلعب دور برضو في الترانسبورتيشن بتاع الفود يعني لكل النبات، تمام. يبقى الليف هي lateral outgrowth بتخرج من الستم وبتختلف عنه في الستراكشر والفانكشن. طيب الليف بقى دي بتتكون من ايه؟ قالك هي بتتكون من 3 اجزاء. اول حاجة الليف لامينا، اللي هو الورقة الخضراء دي كلها، دي بنسميها ليف لامينا او البليد، تمام. تاني حاجة هو البيتيول. ايه البيتيول ده يا دكتور؟ ده الحتة الصغيرة الخضراء اللي بتوصل الليف بالستم. ممكن تكون موجودة وممكن تكون مش موجودة، يعني في بعض الانواع ما بتكونش عندها بيتيول، تمام. طيب ايه تالت حاجة؟ هي الليف بيز، ونفرق ما بينها وما بين البيتيول. الليف بيز دي بتبقى عبارة عن ورقتين شجر صغيرين جدا، زي ما شايفين كده ورقتين شجر صغيرين جدا، دي بتكون موجودة ما بين البيتيول والستم، تمام. تكون موجودة ما بين البيتيول والستم. يبقى انا عندي الليف بتاعتي بتتكون من 3 اجزاء. الليف لامينا اللي هو الورقة الشجر الخضرة الكبيرة دي، تمام. تاني حاجة البيتيول ده دي ساق اخضر صغير بيوصل ما بين الليف وما بين الستم، ممكن تكون موجودة وممكن تكون لا. تالت حاجة هي الليف بيز، دي عبارة عن ورقتين شجر صغيرين جدا مزنوقين كده ما بين الستم والبيتيول، بيوصلوا البيتيول بالستم، تمام. تمام. المورفولوجي بتاع الليف بتاعي، انا بوصف الليف بشكل ماكروسكوبيكالي. ازاي؟ ايه الحاجات اللي انا بتكلم فيها عن الليف طالما انا هوصفها بناء على المورفولوجي، بناء على الحاجات اللي انا شايفها بعيني وبلمسها بايدي؟ قالك السكيم بتاع الديسكريبشن بتاع الليف مورفولوجي ان انا بتكلم الاول عن اسمها. الاسم بتاعها ده ممكن اقوله بالانجليش او اللاتين او بالعربي. تاني حاجة هو الاوريجين، يا اما بتكلم عن الجزء اللي بستخدمه، يا اما بقول الاسم اللاتيني بتاعه او اسم العيلة بتاع النبات كله.
طيب الكونديشن بقول النبات بتاعي ده كان فريش ولا كان مجفف، استخدمت النبات كله ولا جزء مثلا معين من النبات، الكالر زي ما بنشوفه، والتكتشر سواء بقى كان ورقي، سواء كان املس، سواء كان زيتي، سواء كان هيري، والقدر زي ما بتشمها. تعالوا نتكلم بقى عن الليف انسيرشن. يعني الليف انسيرشن يعني مخرج الاوراق منين. قالك البوزيشن بتاع الليفز من على الستيم بينقسم لحاجتين، يا اما كاولن يا اما راديكال. يعني ايه يا دكتور؟ قالك راديكال يعني الليفز بتكون مترتبة على حاجة اسمها ديسكويد ستيم. ديسكويد ستيم يعني ايه؟ يعني الستيم مش لازم يكون ستيم طويل زي ما احنا عارفينه، تمام؟ امال ايه؟ قالك ممكن يكون عبارة عن ديسك كده، حاجة متبططة كده وطالع منها الورق لفوق، زي في حالة الكارت كده. قالك في الجزر انا عندي الجزرايه نفسها دي الفروت بتاعتي، الستم بقى ده عباره عن ايه؟ الحته اللي فوق اللي بيكون لونها غامق دي، وورق الشجر بيطلع منها. فساعتها بنسمي الانسيرشن بتاع الليف هنا راديكال. ليه راديكال؟ علشان بيطلع لفوق، الورق بتاعها بيطلع لفوق، تمام؟ اما الكاولن يعني ايه؟ قالك الكاولن يعني الورق طالع جانبي من على الستم عادي، الستم بتاعي طويل والورق طالع من الاجناب بتاعه الستم، تمام؟ نيجي لحاجه تانية اسمها الليف فايلوتاكسز. يعني ايه الليف فايلوتاكسز؟ قالك ده الارينجمنت بتاع الاوراق بقى نفسها. يعني انا خلاص الورق بتاعي مثلا طلع من الستم بشكل كاولن، تمام؟ ترتيبه بقى على الستم نفسه عامل ازاي؟ قالك في 4 انواع، يا اما alternate يا اما opposite يا اما opposite decussate يا اما whorled. طيب واحده واحده كده عشان نفهم مع بعض. قالك alternate يعني من اسمها يعني ورق الشجر طالع خلف خلاف، تمام؟ واحده الناحيه التانية قصادها واحده واحده واحده. لكن opposite لا، ده الاتنين طالعين من نفس النقطه، يمين وشمال طالعين من نفس النود مع بعض، طالعين قصاد بعض بالظبط. طيب انا رسمت لكم الرسمه دي يا دكاتره علشان نوضح المعنى اكتر. alternate يعني ايه؟ يعني انا عندي الستيم اهو اللي هو الخط الاسود ده، وبتطلع ورق الشجر بتطلع واحده تحتها واحده، واحده تحتها واحده، تمام؟ لكن الابزت لا، هما الاتنين بيطلعوا من نفس النود، يمين وشمال بيطلعوا من نفس النود، تمام؟ الالترنيت زي ما قلنا واحده يمين تحتها واحده شمال، واحده يمين تحتها واحده شمال. الاوبوزيت ده اللي بيكونوا الاتنين طالعين قصاد بعض من نفس النود، تمام كده؟ لكن الاوبوزيت دي كاسيت يعني ايه؟ يعني بيطلع اوبوزيت اتنين قصاد بعض يمين، وفي نفس النود بيطلع اوبوزيت برضو اتنين قصاد بعض فوق وتحت، يعني بيطلع اتنين قصاد بعض يمين وشمال، تمام؟ وفي نفس النود بيطلع اتنين قصاد بعض برضو ايه الناحيتين التانيين، فبيبقى زي حرف الاكس كده في نفس النود طالع 4 ورقات. طيب ايه اللي يفرق الاوبزيت دي كاسيت عن الورلد؟ قالك لا، الورلد بيطلع اكتر من 4، بيطلع 5 6، تمام؟ وبيبقوا كلهم عاملين زي شكل الوردة كده، طالعين من نود واحد، تمام؟ وعاملين زي شكل الوردة. لكن هنا مش مقصود ان يبقوا شكل الوردة، لان هم هنا بيبقوا بيربنديكولار على بعض، بيبقوا تحت بعض عاملين زي حرف الاكس على بعض. يبقى ده ايه؟ ده ليف فايلوتاكسس. يعني ايه فايلوتاكسس؟ يعني الارينجمنت بتاع الليفز على الستيم. طيب انهي نوع من الستيم؟ قالك ده بيحصل بس في الالونجيتد ستيم، اللي هو ايه؟ اللي هو الكاولن ستيم. الكاولن ستيم يعني ايه؟ يعني الورق بتاعي طالع على ستيم طويل، طالع على الجناب بتاع الستيم. لكن طبعا ده مش بيحصل في الراديكال ستيم زي في حالة الجزر، ده ما بيكونش فيه ليف فايلوتاكسس. طيب سابع حاجة هناخدها وهي الليف بيتيول. احنا واحنا بنشرح في اول حاجة قلنا ان احنا عندنا الليف لامينا، تمام؟ اللي هو شكل الورقة، وعندنا البيتيول، وقلنا البيتيول ده هو اللي بيوصل اللامينا بتاعتي بالبيز، وقلنا البيز بعد كده ده اللي بيوصل البيتيول بالستيم، تمام؟ طيب قالك ان البيتيول ده بنوصفه بحاجتين، اول حاجه الاوكرنس بتاعه، تاني حاجه البالفينس. يعني ايه يا دكتور الاوكرنس؟ يعني هل هو موجود ولا لا، هل الليف دي فيها بيتيول ولا لا. بيتيوليتد، لو فيها بيتيول تمام انا بسميها ساعتها بيتيوليتد. يعني ايه بيتيوليتد؟ يعني عندها بيتيول. طيب لو البيتيول مش موجود ساعتها بسميها سيسايل.
تمام. يبقى انا لو قالك في الديسكريبشن ان الليف دي سيسايل، خلاص انت اوتوماتيك بتفهم سيسايل يعني ايه، يعني ما فيهاش بيتيول. طب يعني ايه ما فيهاش بيتيول؟ يعني اللامينا بتاعتي لازقه على طول في الستيم. تمام. يبقى ده كده اول وصف للبيتيول، الاوكرنس بتاعه يا اما بيتيوليتد يا اما سيسايل. تمام. وقلنا بيتيوليتد يعني present، سيسايل يعني مش موجود، زي في الحاله دي كده. بصوا هنا انا ما عنديش بيتيول، انا الورقه لازقه على طول في الستيم. لكن هنا فوق لا، انا عندي الورقه اهي وفي زي جزء صغير كده من الستيم، هو ده ايه؟ البيتيول. طيب تاني وصف للبيتيول هو بالفينس. يعني ايه بالفينس؟ يعني انتفاخ. البيتيول ساعات ممكن يكون منتفخ. بصوا البالفينس ممكن البيتيول يجي في الاخر كده ويكون منتفخ. تمام. ساعتها بقول عليه ايه؟ بالفينس بيتيول. بالفينس بيتيول يعني البيتيول بتاعي منتفخ. وممكن يكون لا، البيتيول بتاعي مش منتفخ ولا حاجه، كله قد بعضه زي ما شفنا هنا مثلا. هنا كل البيتيول قد بعضه ما فيهوش اي انتفاخات. تمام. يبقى تاني البيتيول بوصفه ازاي؟ بوصفه بحاجتين. اول حاجه الاوكرنس. يعني ايه الاوكرنس؟ يعني لو موجود بقول على الليف دي بيتيوليتد، لو البيتيول مش موجود بقول عليها سيسايل. طيب خلاص هو البيتيول موجود وانا اتاكدت انه موجود، هبتدي بقى اوصف البيتيول ده يا اما بالفينس يا اما نون بالفينس. بالفينس يعني ايه؟ يعني في انتفاخ، في سويلنج في اخر البيتيول. ونون بالفينس يعني البيتيول كله حاجه واحده ما فيهوش انتفاخ. نيجي للايتم اللي بعد كده وهو الليف بيز. قالك الليف بيز او البيز بتاع الورقه بوصفه بحاجه اللي هي الاستبيول. ايه الاستبيول ده يا دكتور؟ قالك والله لو الاستبيول ده موجود بقول عليها استبيوليت، لو الاستبيول مش موجود بقول على الليف اسمها ايه؟ اكس استبيوليت. طيب ايه هو الاستبيول ده يا دكتور؟ قالك ده بيكون lateral projection في الليف بيز. تمام. بيحمي الاكسلري بود. تمام. وبيحمي الليف بتاعتي. تعالوا كده نبص على اول حاجه شفناها خالص. قلنا ان الورقه دي كلها هي الليف لامينا. تمام. وقلنا ان اللي بيوصل اللامينا بالبيز حاجه اسمها بيتيول، وعرفنا ان البيتيول ده لو موجود بنقول عليه بيتيوليتد، لو مش موجود بنقول عليها سيسايل. واخر حاجه الورقتين الصغيرين دول اللي بيوصلوا البيتيول بالستيم، ده بنسميه الليف بيز، اللي هو بنقول عليه ايه؟ ستابيول او اكس ستابيوليت. تاني عشان نوضحها برضو. تاني ايه الليف بيز يا دكتور؟ انا عندي دي اللامينا. تمام. وعندي الخط اللي موصل اللامينا بالبيز ده بنسميه ايه؟ بنسميه بيتيول. حلو. الورقه الشجر الصغيره دي اللي ما بين البيتيول وما بين الستيم، تمام، اللي باللون الليموني ده، هو ده البيز، هو ده الاستبيول. هو ده ايه؟ الاستبيول. لو موجود بقول على الليف دي او بقول على البيز بتاعها استبيوليت، لو مش موجود بقول عليها اكس استبيوليت. تمام. يبقى احنا كده شرحنا مع بعض حاجتين من الثلاث اجزاء بتوع الليف. شرحنا الليف بيتيول وشرحنا الليف بيز. كده فاضل لنا اول حاجه اللي هي الليف لامينا او الليف بليد. تمام. اللامينا دي هنفهم فيها ايه؟ هنفهم فيها شكلها، هنفهم فيها المارجن، هنوصف فيها التكتشر. طيب تعالوا كده مع بعض نتكلم اول حاجه عن الكومبوزيشن بتاع الليف لامينا. يعني ايه كومبوزيشن يا دكتور؟ يعني الورقه دي نفسها هل هي ورقه واحده فبنسميها سيمبل؟ هل الورقه دي فيها تموجات او فيها مثلا لوبس؟ تمام. يعني ايه لوبس؟ يعني الورقه نفسها متقسمه. تمام. الورقه نفسها متقسمه، بس التقسيمه دي معموله وهي لسه ورقه واحده. يعني الورقه بتاعتي زي في الحاله دي هي ورقه واحده ولكنها ايه؟ متقسمه من جوه، ساعتها بنسميها لوبد. ولا هي كومباوند؟ يعني ايه كومباوند؟ يعني الورقه الواحده متقسمه لورايقات، ليفلتس، لورايقات صغيره، لكن دي كلها الورايقات دي كلها على بعضها واخده شكل اللامينا الكامل. فبالنسبه لي الورقه هي مجموعه الورايقات دي كلها مع بعض. يبقى تاني الليف لامينا بتاعي الكومبوزيشن بتاعها يا اما تكون سيمبل ورقه عاديه، يا اما تكون لوبد متقسمه ولكنها لسه برضو ورقه واحده، يا اما بتكون كومباوند. يعني ايه كومباوند؟ يعني ورقه الشجر بتاعتي اللامينا بتاعتي متقسمه لورايقات صغيره لليفلتس. تمام. ولكن الليفلتس دي كلها معموله على شكل ورقه واحده اللي هي اللامينا. طيب قلنا مع بعض هناخد ايه؟ احنا خدنا البيتيول وخدنا البيز. هنا بنتكلم عن البيز اوف لامينا. خلي بالكم من النقطه دي، انا عندي حاجه اسمها بيز اوف لامينا وعندي حاجه اسمها بيز اوف ليف. ليف بيز ولامينا بيز. نفرق الليف بيز ده اللي احنا لسه قايلينه استبيوليت واكس استبيوليت.
تمام. لكن البيز اوف لامينا ده هنتكلم عليه دلوقتي، هنقول حاجه اسمها سيمتريك واسيمتريك ودي كارنت وهكذا. تمام، خلينا لما نجيلها. طيب هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ايه في اللامينا؟ قلنا هنتكلم عن اللامينا بيز، هنتكلم على المارجن، الحوافي بتاعه اللامينا دي المارجن. تمام، هنتكلم على الايبكس بتاع اللامينا، نهاية الورقة دي بتكون شكلها عامل ازاي، هل هي واخدة شكل مثلث، هل هي واخدة شكل بيضاوي، هل واخدة شكل قلب، هنشوف هيبقى ايه. هنتكلم عن الفينيشن. يعني ايه فينيشن؟ شايفين الخطوط دي اللي جوه ورقة الشجر دي بنسميها فينز. يعني ايه فينز؟ دي هي المسؤولة عن توصيل المية والاكل تمام للورق الشجر بتاعنا. تمام، هي اللي بتعمل كوندكتنج وسبورتنج لللامينا بتاعتنا. تمام، زي كده مجاري ميه، مجاري للاكل موجوده جوه اللامينا. تمام، هنتكلم ايه تاني؟ هنتكلم عن الليف نفسها، الليف لامينا نفسها، التكتشر بتاعها، ملمسها، شكلها. وهنتكلم عن الميد ريب ده اللي هو الخط الكبير اللي في النص ده بنسميه ميد ريب، ده يعتبر الفين الكبير يعني اللي كل الفينز بتوصل ليه، برضو بيكون ليه اشكاله او ليه مواصفاته. اول حاجه الشيب اوف لامينا. قالك الشيب اوف لامينا ده دي حاجات بتتحفظ وبتفهموا كده اشكالها، بس تعالوا نحاول نوصفها مع بعض. الكورديت ده بيكون على شكل قلب مقلوب. تمام، يبقى كورديت. تمام، جايه من كارديوم، كورد جايه من كلمه كارديوم اللي هو القلب، يبقى كورديت يعني شكل قلب مقلوب. تمام، عندي اللانسيوليت دي بتكون مطوله. تمام، مطوله على نفسها كده وقافله على نفسها، يبقى مطوله وقافله على نفسها. طب ايه الفرق ما بينها وما بين اللينير اللي تحتها؟ لا، في فرق كبير. اللينير بتكون طويله ورفيعه، ارفع من اللانسيوليت، ومش بتكون مقوسه كده على نفسها زي اللانسيوليت. تمام، عندي الاوفيت دي بتكون على شكل البيضه كده، وبيكون ليها بوز من فوق. تمام، الاليبتيكال ده بيكون شكل الورقه اللي احنا عارفينه. تمام، واخده شكل قوسين مقفولين على بعض كده. الاوبلانسيوليت دي بتكون جامعه ما بين الاوبفيت واللانسيوليت. يبقى الاوبفيت دي بتبقى على شكل كده ايه بيضاوي، بوزها بيكون لتحت، عكس الاوفيت بوزها بيكون لفوق. يبقى نفرق الاوفيت شكل بيضاوي بوزها لفوق، اوفيت دي بيضاوي بوزها لتحت. الاوبلانسيوليت دي بتكون زي الاوبفيت، ولكن جامعه ما بينها وما بين اللانسيوليت، بتكون مطوله شويه لتحت، بوزها لتحت ولكن مطول شويه. طيب الايبكس بتاع اللامينا وده مهم جدا. عندي الاكيوت. تمام، ده بيكون ليه بوز كده من فوق ولكن مش حاد، بوز لفوق ولكن مش حاد. تمام، الاكيومينيت ده بقى اللي بيكون بوزه زي الاكيوت ولكن حاد اكتر منه شويه. تمام، بصوا الفرق ما بين هنا وهنا. طيب الاوبتيوس على شكل اوبتيوس انجل واسع شويه. الامارجينيت ده بيكون بقى كده ايه مقسوم نصين، الامارجينيت مقسوم نصين. الترانكيت ده بيكون مفهوش اي حواف، حاجه كده واخده شكل المستطيل من فوق. الماكرونيت بقى ده بتكون زي الاكيومينيت ولكن ليه شارب بوينت في الاخر، يبقى هو عباره عن اكيوت او اكيومينيت ولكن ليه شارب بوينت. بصوا رفيعه جدا زي ايه، زي السن كده في الاخر. تمام، يبقى اللي هنتلخبط فيهم الاكيوت والاكيومينيت والماكرونيت. نفرق ما بينهم ازاي؟ الاكيوت حاد ولكن ملوش بوز. تمام، الاكيومينيت هو اللي ليه بوز من فوق. طيب لو بوز شارب جدا زي السن كده هنسميه ماكرونيت. تمام، لكن لو البوز بتاعه لا ملوش مش شارب قوي يبقى ساعتها اكيومينيت. المارجن بقى يا دكاتره، يعني ايه المارجن؟ قالك المارجن اوف لامينا يعني الحواف بتاعه اللامينا بتاعتي، هل هي انتاير؟ يعني ايه انتاير؟ انتاير يعني سموث، ما فيهاش اي تعرجات ولا تكسير ولا اي حاجه، سموث خط واحد كده ايه ماشي. طيب ولا سريتد يعني عامله زي المشط، الاسنان بتاعتها عامله زي المشط كده طالعه لفوق. طب دنتيت جايه من كلمه دنتل، يعني ايه؟ يعني شبه الاسنان، بتكون شارب شبه الاسنان. بصوا طالعه لبره، الاسنان بتاعتها طالعه لبره. بصوا لو كبرنا الصوره كده شايفين الاسنان بتاعتها بوزها لبره. لكن في حاله السريت لا، في حاله السريت عامله قوس كده على نفسها، الاسنان واخده كيرف وطالعه لفوق. تمام،
الجنب ده برضو واخده كيرف وطالعه لفوق بتبص ناحيه الايبكس. تمام. ايه تاني نوع من انواع المارجن؟ قالك سيرنيت. سيرنيت يعني ايه سيرنيت؟ يعني واخده كيرف كده شويه راوندد. بصوا راوندد. تمام. تعالوا نرسمها علشان الصوره توضح اكتر. طيب تعالوا نبص كده مع بعض يا دكاتره. ده كده المارجن بتاعي ايه؟ خط واحد مفهوش اي تعرجات، يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه انتاير. جميل. طيب تعالوا كده نبص على المارجن هنا. دي فيها اسنان، بس الاسنان دي كلها بتبص لفوق واخده ناحيه اتجاه الايبكس. تمام. شبه ايه؟ شبه المشط، فبنسميها ايه؟ بنسميها سريت. طيب هنا المارجن بتاعنا راوندد، البروز اللي طالع من الورق تمام مش شارب، لا ده واخد شكل الكيرف كده راوندد، يبقى دي ساعتها بنسميها سيرنيت بالسي. سيرنيت. تمام. يبقى دي سريت، يبقى دي سريت، ودي ايه؟ سرنيت. جايه من سيركل، جايه من سيركل. ليه سيركل؟ عشان هي هنا راوندد. تمام. تالت حاجه دي فيها اسنان برضو، بس الاسنان بتاعتها شارب وطالعه لبره بتبص لبره، ساعتها دي بنسميها ايه؟ برافو، بنسميها دنتيت. ليه؟ عشان هي شبه الاسنان، جايه من دنتل. تمام. جميل جدا. ندخل على البيز اوف لامينا، وقلنا نفرق ما بين الليف بيز. الليف بيز قلنا يا اما بتكون فيها استبيول اللي هما الورق الصغير اللي بيكون ما بين البيتيول والستيم، يا اما بنسميها استبيوليت لو الورق الصغير ده موجود، يا اما بنسميها اكس استبيوليت لو الورق ده مش موجود. طيب لكن البيز اوف لامينا، اللامينا بقى نفسها الورقه الصغيره بتاعت الشجر دي، تمام، البيز بتاعتها نهايتها بتكون عامله ازاي؟ قال لك يا اما بتكون سيمتريك، يعني الجنبين بتوع الورقه اتقابلوا في نفس المكان، الجنبين بتوع الورقه اتقابلوا في الاخر في نفس المكان. اسيمتريك يعني واحده نزلت تحت عن الثانيه، تمام، مش متقابلين في نفس النقطه، يبقى ده بنسميه اسيمتريك. امال ايه الديكارنت ده؟ قال لك الديكارنت ده بنقوله لما بتكون الورقه بتاعتي سيسايل وما عندهاش بيتيول. يبقى البيز اوف لامينا لو لازقه على طول، لو اللامينا بتاعتي لازقه على طول في الستيم، تمام، ما فيهاش بيتيول، ساعتها بنسمي البيز بتاعتها ديكارنت. تمام. يبقى سيمتريك لو الجنبين في نفس المكان، اسيمتريك لو الجنبين ما تقابلوش في نفس النقطه، وديكارنت لو ما كانش فيه عندي بيتيول. طيب الفينيشن بقى، قلنا الفينيشن يعني ايه؟ يعني الفينز اللي موجوده جوه الورقه شكلها عامل ازاي؟ قالك يا اما بتكون باراليل يا اما بتكون ريتيكوليت. يعني ايه باراليل ويعني ايه ريتيكوليت؟ طيب احنا قلنا الميدرب هو الفين الكبير اللي موجود في الورقه، الميدرب هو الفين الكبير اللي موجود في الورقه. طيب لو كانت الفينز بتاعتي الصغيره دي كلها باراليل للميدرب بتاعي، كلهم في نفس الاتجاه كده، خطوط متوازيه جنب بعض، ساعتها بقول ان اللامينا دي عندها باراليل فينيشن. جميل. طيب الريتيكوليت بقى قالك في منه نوعين، نوع اسمه بينيت ونوع اسمه بالميت. بينيت وبالميت. بالميت يعني ايه؟ بالميت يعني واخد شكل النخله. تمام. ازاي؟ قالك المدرب متقسم زي ما احنا شايفين كده، في نقطه في النص والفينز كلها طالعه منه على شكل ورده كده، او على شكل ايه؟ نخله. تمام. يبقى تاني بالميت ريتيكوليت فينيشن يعني ايه؟ يعني انا عندي الميدرب نقطه، والنقطه دي طالع منها كل الفينز بتاعتي متقسمه بقى. لكن البينيت ريتيكوليشن ده الشكل اللي احنا عارفينه، اللي هو الميدرب طالع اهو، ميدرب واخد خط مستقيم على طول الورقه كلها، وطالع منه بشكل جانبي الفينز الصغيره منه. تمام. يبقى ده بنسميه ايه؟ بينيت. يبقى بينيت ريتيكوليت فينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن ان الميدرب بتاعي طويل واخد اللامينا كلها وطالع منه تقسيمه الفينز. لكن بالميت ريتيكوليشن يعني الميدرب بتاعي نقطه صغيره في النص وطالع منها الفينيشن او الفينز كلها، تمام، متقسمه متفرعه من النقطه دي، كلهم متفرعين من نقطه واحده في حاله البالميت. لكن البنيشن لا، كل فين طالعه من نقطه لوحدها في الميدرب. طيب تعالوا على السيرفيس بتاع اللامينا. قالك السيرفيس بتاع اللامينا فيه منه حاجتين. ورقه الشجر
ليها جنبين، جنب فوق تمام بيبص للشمس وجنب اللي هو ظهرها بقى. طيب بيقولك دايما ان الابر سيرفيس بيكون اللون بتاعه دارك جرين، بيكون لونه اغمق من اللور سيرفيس. طب ليه يا دكتور ليه اللور سيرفيس بيكون لونه باهت؟ قالك علشان اللي فوق دايما بتكون نسبته اعلى في الكلوروفيل. الكلوروفيل في الابر سيرفيس بتاع اللامينا بيكون اكتر في الابر سيرفيس. ليه؟ علشان هو اللي مسؤول انه يعمل بناء ضوئي. الكلوروفيل دي هي اللي مسؤوله ان هي تعمل بناء ضوئي وتعمل الغداء وتعمل الاكل بتاع اللامينا بتاعتي. فطبيعي جدا ان الكلوروفيل تكون اكتر في الابر سيرفيس. ليه؟ علشان الابر سيرفيس هي اكتر سيرفيس هيكون مواجه للشمس، اللي هو بيساعد اصلا في عمليه البناء الضوئي. تمام؟ فعشان كده بنلاقي ان الكلوروفيل موجود اكتر في الابر سيرفيس. طيب وبما ان الكلوروفيل موجود اكتر في الابر سيرفيس واحنا عارفين ان الكلوروفيل ده هو اللي بيدي الورقه بتاعتنا اللون بتاعها، فاكيد هيكون الابر سيرفيس اللي فيه كلوروفيل اكتر هو اللي عنده لون اكتر، وبالتالي هيكون لونه اغمق من اللور سيرفيس. طيب تاني حاجه قالك الابر سيرفيس بتكون الملمس بتاعه شكله كده من بره اسمه جلابرس او بابسنت. جلابرس او بابسنت يعني ايه جلابرس؟ قالك جلابرس يعني بيلمع، شايفين بيلمع وما فيهوش اي شعيرات، زيتي شويه. تمام؟ لكن بابسنت يعني هيري، يعني هيري فيه شعيرات. بصوا الشعيرات الصغيره دي كده، بابسنت يعني هيري. تمام؟ طيب تاني حاجة قالك المدرب. قالك المدرب بيكون more prominent في حالة اللور سيرفيس. المدرب بتاعي بيكون ظاهر اكتر في اللور سيرفيس عن الابر سيرفيس. يعني بصوا كده هنا الفرق، دي نفس الورقة، ده الابر سيرفيس بتاعها اغمق وده اللور سيرفيس paler في الكالر، ولكن الفينز ظاهرة جدا فيها. وده ليه؟ قالك علشان اللور سيرفيس هو بقى اللي يعني الابر بيكون مسؤول عن انه يعمل البناء الضوئي ويعمل الاكل، واللور سيرفيس ده المسؤول ان هو يوصل الاكل ده بقى، يوصله لكل اجزاء الليف، يوصل الميه، يعمل سبورت. فاحنا كنا قايلين من شويه ان الفينز مهمتها ايه؟ مهمتها ان هي توصل الاكل والميه وتعمل سبورتنج. تمام؟ فعلشان كده بيكون الابر سيرفيس هو اللي فيه الكلوروفيل كتير بيعمل الاكل، لكن الميدريب والفينز بتكون مور بروميننت في اللور سيرفيس علشان هي اللي بتوصل الاكل اللي اتعمل ده. جميل جدا. كنا قايلين ان الليفز بتاعتي ممكن تكون سمبل او ممكن تكون لوبد او ممكن تكون كومباوند ليفز. جميل. قالك الكومباوند ليفز دي برضو بنقسمها لنوعين، نوع اسمه بالميت ونوع اسمه بنيت. خلاص احنا فهمنا المعنى بقى. البالميت ده قالك بيبقى عبارة عن ان الخمس ورقات او اكتر، 5 وريقات ليفلتس، الليف بتاعتي اتقسمت ل5 وريقات او اكتر، طالعين كلهم من البيتيول، طالعين كلهم من نقطة واحدة. يبقى الكومباوند ليفز في منها نوعين، بالميت وبنيت. بالميت يعني الليف بتاعتي اتقسمت خالص ل5 او اكتر من الليفلتس. تمام؟ عملوا شكل وردة كده وطالعين كلهم من نفس البيتيول، من التوب اوف بيتيول، من نفس النقطة. طيب النوع التاني قالك النوع التاني بيكون بنيت، وده بيكون عبارة عن several leaflets متقسمين او مترتبين في شكل ازواج، في شكل بيرز. تمام؟ البنيت ده فيه منه نوعين، يا اما باري بنيت يا اما امباري بنيت. يعني ايه يا دكتور او ايه الفرق؟ الفرق حاجه جدا بسيطه. ايه هي؟ انا عندي البنيت اللي هو بيكون المدرب كده طويل وطالع منه بيرز من الليفلتس كده يمين وشمال، ورقه 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 يمين وشمال. قالك اللي يفرق الباري بنيت عن الامباري بنيت ان الامباري بنيت فيه من فوق ورقه واحده سنجل ملهاش بير. تمام؟ لكن الباري بنيت كلهم دايما بيكون even numbers، 2 4 6 8. تمام؟ لكن الامباري بنيت هي اللي اخرها بيكون في ورقه سنجل من فوق. بس هو ده الفرق ما بين البالميت والبنيت. يبقى انا عندي تاني الكومباوند ليفز بتتقسم لحاجتين، بالميت وبنيت. يعني ايه بالميت؟ يعني الورقه بتاعتي اتقسمت لليفلتس 5 او اكتر على شكل ورده كده، طالعين كلهم من نفس النقطه. يعني ايه بنيت؟ يعني الورقات بتاعتي الليفلتس متقسمه في شكل ازواج، لو كانوا كلهم ايفن نمبر ازواج بيرز بس من الليفلتس بنسميها باري بنيت، لو كان اخرها ورقه واحده سنجل ساعتها بسميه امباري بنيت. وبس بكده نكون خلصنا ليكتشر النهارده، ليكتشر سهله وخفيفه. اتمنى تكونوا ان شاء الله استفدتوا، وبالتوفيق باذن الله.